صباح الخير والسرور متابعينا الكرام. شخص عمره 54 سنة، وزنه 70 كيلوغرام، عنده ألم بالرجل، يقول ما أقدر أمشي 50 متر. أرجو أن تقول لي حسب هذا الرنين شنو اللي عندي وشلون أقدر أحسن وضعيتي وأتخلص من آلام الرجل اللي ما تخليني أقدر أمشي وشبه عاجز عن عمل أي عمل آخر. فهو الرجل داز رنين، والحمد لله والشكر الرنين كلش واضح. أخوان، الرنين تكنولوجيا جدا عالية ويوضح لك تفاصيل بدقة متناهية، بس عيبه الوحيد ما يشوفك المسببات، يشوفك النتيجة. هسه هذا الرنين قدامكم راح أخليه وأشرح لكم عليه. انتبهوا على هذا الشرح بالتفاصيل، لأنها المعلومات اللي راح توصلكم هي سبب بوعيك الصحي بالمستقبل وتخليك تتخلص من المشكلة بأقل الخسائر. هسه هذا العمود الفقري ماخذي له رنين، أريدكم تنتبهون على وضع الفقرات العجزية الخمسة الملتحمة، احنا نسميها ساكروم. هذا هنا اكو ربط ولادي، هذا الربط الولادي ما يهتم له اي شخص اخر ولا ينطو اهمية، وهو يفعل ويعمل العجائب. لاحظوا لي الفقرتين الفوقا، كل فقرة زحف، فالزحف بسيط للأمام. هذا الزحف البسيط للأمام راح يخلي وزن الجذع اللي هو 60% من وزن جسم الإنسان يتركز عمودي على هاي الفقرتين الأخيرات، اللي الأخيرة ال5S1 تتحمل 85% من مجمل الحركة بأسفل الظهر أو بالجذع، والL4 L5 تتحمل 15%، البقية إذن حركتهم كلش بسيطة. لكن هنا هالفقرتين اثنينهن زحفات للأمام قليلا، لا تدخل ضمن الانزلاق وإنما تدخل ضمن الزحف سلايد، يعني ما داخله بمرحلة المرض، داخله بحالة غير مرضية. لكن اللي سببته شنو؟ ضغط عمودي على العمود الفقري مع زحف للأمام، بالعربية العامة جعصة الغضروف اللي جواها. لاحظوا شكل الغضروف شلون طالع من الخلف. هذا مو انزلاق أخوان، هذا ضغط غير متوازن على العمود الفقري بسبب الزحف الفقري إلى الأمام بفقرتين متتالية، زحف متكرر. هسه أنت هنا عرفت يا أخي أنت ايش عندك، لكن هذه نتيجة. أنت عندك هنا ربط ولادي وعندك فقرتين زحف للأمام. هسه هنا عندك نقطة ضعف، هذا العمود الفقري. ومن يصير العمود الفقري بهذا الوضع؟ طبعا النخاع الشوكي والأعصاب الخارجة من أسفل الظهر، وخصوصا لمبر بلكسوس اللي هي الضفيرة العصبية اللي تنزل على الرجلين، فتمنعك انت من الحركة. هسه انت انتبه، هسه أنا عرفت هذين الثلاث أشياء المهمة، لكن أنا أريد أعرف وياها شنو اللي يسبب لي إياهن. هسه أنت عندك نقص معلومات، ولهذا نحتاج منك الأشعات من وضع الوقوف على مود نقيس الفرق بطول الأرجل والإعوجاج بالعمود الفقري وتأثير الربط الولادي. الربط الولادي إذا إجاك وياه فرق بطول الأرجل يدمرك ويسوي لك أعراض وآلام بكل أنحاء الجسم، توصل من الشعب للرأس. فأنت شلك بهالدوخة. إحنا عندنا علم والبايوميكانيك مال العمود الفقري يوضح كل شيء، فأنتوا حاولوا أن تكشفون المسببات مالته. العمود لا تظل دايخ، شو أسوي له هذا؟ أضربه براغي؟ لا، أنت عندك زحف بسيط مو مرضي. هنا شغل العضلات هو اللي يحسم الموقف. بعد شنو؟ بعد أن تكشف هل يوجد عندك فرق بطول الأرجل يأثر على الربط الولادي أو يأثر على العمود الفقري. هن ذني الثلاث مشاكل اللي أنت لازم تعرفهن، وبفضل من الله إحنا نقدر ونفحص لك العمود الفقري ونخلي النقاط على الحروف بين المسببات والنتائج. إحنا إذا عرفنا المسببات يبقى لازم أتسلل لها
وأبني العمود الفقري أرجعه إلى الوظيفة المثالية اللي هو المفروض يكون بيها حتى تختفي الآلام. الألم يجيك لما العمود الفقري يفقد توازنه. هسه بهاي الحالة فقد توازنه. ليش فقد توازنه؟ بعد ما مكتملة المعلومات عندنا احنا لقينا نتيجة زحف الفقرة بسيط للأمام، زحف الفقرة اللي جواها بسيط إلى الأمام، ويوجد ربط ولادي الفايف أسود. هسه هذا مو كافي انه انا اعرف شو اسوي لك، انا عرفت ايش صاير بيك، لكن هسه اريد اروح اخذ لك اشعات من وضع الوقوف واشوف الفرق بطول الارجل والاعوجاج مال العمود الفقري، حتى اذا عندك فرق بطول الارجل اتخلص منه، واذا عندك اعوجاج اعدله. والفضل يعود الرب العالمين انه مكننا ان نخترع جهاز بدون جاذبيه على مود ما ياثر بالضغط العمودي على العمود الفقري، ومن خلال تقويم العمود الفقري من خلال العضلات راح نقدر نحصل على النتائج المطلوبة والمرجوة منها. أهم شيء أنتم توضحون المسببات قبل التفكير بأي عملية جراحية أو أي علاج آخر. تقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري، أخوكم عدنان السمرمد، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك انترناشونال PhD Health Sciences Atlantic International University.